كنت فاكرة إن الجواز أمان، حضن دافي وسند في الدنيا. بس لقيت نفسي في بيت كل يوم فيه خناقة جديدة، ما بنعرفش نتفاهم ولا نضحك ولا حتى نحكي لبعض أسرارنا. أنا هادية في العادي، بس أول ما أقعد مع جوزي أتغير، أتخانق وأتعصب كأني حد تاني غيري. هو دايما متضايق، دايما عنده تعليق، انتقاد، تريقة، ولازم يبوظ أي لحظة حلوة. آخر حاجة النهاردة مفتاح الشقة ضاع، قلب البيت حرفيا دواليب، سجاد، شنط، كأنه بيطلع غير اللي عمره في المفتاح. قلتله بهدوء يا أخي، في داهية 20 مفتاح. قال لي انت باردة. هو مش شايف نفسه، مش شايف ان اللي بيحرق في نفسه كده بيحرقني انا كمان. كل حاجة عايزني اعملها، كوباية المية، الريموت، موبايله، وانا اللي لازم اقوم دايما. ولما اقول له انا تعبت يبصلي كأني ببالغ، ولو قلت هروح لماما يقلب وشه. طب اجهز له اكل قبل ما انزل عشان ما يزعلش، وبرضه ارجع الاقيه متضايق. ولا افكر حتى يريحني يقول لي انا هطبخ النهارده. هو كان عايش لوحده بيعرف يعمل كل حاجه، بس دلوقتي كل حاجه بقت مسؤوليتي انا. وبيحسب لي كل قرش، بيديني فلوس بطلوع الروح. لكن لما يجي يشتري حاجه لنفسه، طالما هتبسط يبقى عادي. طب وانا، وانبساطي بالنسبه لك ايه؟ انا مش عارفه، هو الجواز بالوحاشه دي ولا انا اللي اخترت غلط بايديا؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتات.